اهلا بكم في سلسله خاصه للمديرين. دايما بنقابل الميدل مانجرز اللي هم المشرفين المباشرين للموظفين او المديرين الجدد، ودايما عندنا شويه نصايح ليهم بنقولها لهم عشان يطوروا من نفسهم ويطوروا البيزنس اللي هم موجودين فيه. وكان قررنا نعمل فكره مجمعه لبعض الفيديوز ننزلها عندنا على المنصات بتاعتنا عشان الناس تستفيد ونقدر نفيد المديرين ببعض الخبرات بتاعتنا في موضوع الاداره. وكان من ضمن السلسله هنتكلم فيها فكره تطوير الافراد داخل الشركات. انت دورك كمدير ان انت تطور الموظفين اللي تحتك، مش بس ان انا بحقق التارجت بتاعي بعمل بلان، لا دوري ان انا امانج او ادير الموظفين اللي تحتي. طيب عشان ادير الموظفين اللي تحتي عندي شويه تشالنجز، تحديات كتيره جدا. من اهم التحديات ان انت دورك ان انت تعلمهم وتطور منهم، لان التعليم والتطوير هو سمة أساسية للشركات الناجحة وسمة أساسية للمديرين الناجحين اللي بيكملوا. عشان كده لازم يكون في المايندز بتاعتك كمدير ان انت تطور من الموظفين بتوعك او المرؤوسين. طيب عشان كده بنقول ان جزء كبير جدا او مايندز مسيطرة على الشركات الناجحة هو ان الشركة نفسها بتنفست وبتستثمر في التدريب والتطوير بتاع الموظفين. والشركات الناجحه بتحط بادجت اول السنه في ان هي تطور الموظفين بتوعها. عشان كده واحده من الحاجات المهمه جدا ان قسم التدريب والتطوير او اداره الموارد البشريه تكون اداره قويه عشان تستقطب الكفاءات وتحافظ عليها ببروجرام زي التريننج بروجرامز. طيب ليه بقى التعليم نفسه مهم للشركات؟ لان باختصار لو انا حطيت بعض النقط الاساسيه في ان التعليم ليه مهم، لان واحده من الحاجات المهمه جدا واللي تشالنجبل وان الناس بتواجه الشغل بيها ان السوق بتاعهم متغير. اي سوق في الدنيا متغير، فيري دايناميك، بدءا من الحديد والصلب لحد الحاجات الصغيره بتاعت الموبايلات. وبالتالي لازم عشان انت تحط في دماغك ان المايند سيت دي كلها في اطار ان البيزنس او الماركت اللي بتشتغل فيه بيتغير، لازم حضرتك كمان يبقى عندك المايند سيت بتاع التعليم. لان باختصار التعليم بيختصر عليك كتير جدا من السنوات اللي انت محتاجها عشان تبني الخبره من خلالها. وبالتالي لازم تاخد بالك ليه التعليم المستمر مهم، عشان السوق بتاعك بيتغير. طيب عندنا برضه واحده من الحاجات المهمه جدا ان الموظف اللي بيتعلم عنده فرصة كبيرة جدا ان تكون انتاجيته في شغل اكتر. لان باختصار التعليم ده هيوفر عليك وقت ان انت تكتسب خبرات ويمر عليك مواقف انت ممكن تاخدها بالتعليم. كمان اللي بينقل لك التعليم ده سواء تعليم مباشر او بكورسز مثلا، بيفرق معاك ان هو بينقل لك خبراته او اللي شافه او اللي العلم بيقوله في هذه النقطة. وبالتالي لازم ناخد بالنا من حاجتين مهمين جدا: التعليم مستمر عشان السوق متغير، كمان ان التعليم المستمر مهم عشان الراجل اللي بيشتغل بالمايند سيت بتاعه التعليم تبقى انتاجيته اكبر. طيب لو انا اقتنعت وعايز اعمل بقى ان المايند سيت بتاعه التعليم تكون عند الموظفين بتوعي، اول حاجه واهم حاجه ان انت تستثمر في الموظفين ان يبقى في عندهم بروجرام متكامله او بروجرام كبيره على مدار السنه للموظفين، كل واحد بناء على الاحتياجات التدريبيه فيه. وده اللي بيقوم بيها شخصين، هو اداره الموارد البشريه والمدير المباشر، عشان بيعملوا حاجه اسمها تحليل احتياجات تدريبيه عشان يوفر على الموظف كتير جدا ان هو ممكن ما يكونش عارف يقدر او اللي شايف ان هو عنده احتياجات تدريبيه ايه. فانت كمدير او مدير موارد بشريه او مدير التدريب والتطوير انت اللي بتستكشف ده. فعشان كده بتبني قاعده تعليم او مكتبه تعليميه كبيره في الشركه، فبقى عندك تدريب داخلي. 2 المنصات، انت كمدير دورك ان انت ترشد الناس او توصي ببعض الكورسز اللي انت بتشوفها على المنصات الاجتماعيه زي كورسيرا او على لينكدين، عشان الناس بدل ما هي بتشتغل على البروجرامز الخاصه بالشركه بس، لا هو كمان بينفست ان ياخد كورسز خاصه بيه على المستوى الشخصي، وانت بتشوف الكورسز المناسبه ليه لانك انت اعلم منه بنفسه او انت شايف علاقته او خبراته في الشغل عامله ازاي. رقم 3 دايما تحط، مش عايز اقول فكره الثواب والعقاب، بس فكره الثواب اكبر ان انت الناس اللي بتطور بنفسها وبتاخد كورسز ده انت تعمل له ريكوجنيشنز، تشكره، تتباهى بيه قدام الموظفين بتوعك، عشان ده هيفرق كتير جدا في المايند سيت بتاعه الموظف. عشان كده واحده من الحاجات اللي بيقولها دايما المديرين: من فضلكم خلي عندكم الحس القوي بتاع التدريب، ده هينعكس على الموظف بتاعك وهينعكس على القسم اللي انت بتشتغل فيه، وبالتالي ينعكس على المؤسسه. اشوفكم في فيديو تاني باذن الله. شكرا.